السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في صحه جيده. قبل ما نبداو الوصفه ديال اليوم كنبغي نقول لكم مرحبا بكم معايا في القناه ديالي، قناتي وقناتكم حسنه بناني. مرحبا بالضيوف الجداد، مرحبا بالناس اللي تابوناو معايا جديد، ومرحبا بالناس القدام اللي كانوا معايا. وكنبغي نقدم التحيه للناس اللي كانوا كيسولوا عليا وكيقولوا لي فين غبرتي، لا في الفيديوهات ديالي، يعني كيتواصلوا معايا في فيديوهات، لا كيتواصلوا معايا في الخاص. شكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا لانكم افتقدتوني ولان بلاصتي بقات عندكم. الله يحفظكم ليا. الوصفه ديال اليوم غادي نشارك معكم الصفه مدفونه. كما كتشوفوا عندي هنا واحد الكميه ديال الشعريه ديال الصفه، غادي ندير ليها واحد نص كاس ديال الزيت، والزيت على حساب الكميه اللي عندك. المهم كنحاولوا نغلفوا الحبات كاملين بالزيت، كنبسبسوهم مزيان وما تخافوش من الزيت، واخا يكون كثير راه كلشي غادي يمشي مع التفوار. انا هنايا راه ديجا درت الدجاج ديالي طيب وما صورتش معكم هاد المرحله لانني ما كنتش عواله في الاول ندير الفيديو، ومن بعد عاد قلت علاش لا ما نشاركاش معكم. عندي هنايا كميه ديال الدجاج، كل واحد قدر المستطاع. عندي 4 البصلات كبار اللي شلطتهم في الهاشوار، درت كميه قليله منها، يعني قيمت واحد بصله كبيره هنايا. الباقي حتى في الطبيخ من بعد عاد غنضيفو. كندير واحد المعلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال البزار، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، وكندير معلقه صغيره ديال السمن وشويه ديال القرفه، ونص كاس ديال الزيت، وكذلك كاس ديال الماء، وكنسد عليهم وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم. كما شفتوا معايا البرمه راني دايره فيها طروفه ديال الحامض ودايره الماء حتى كيغلى مزيان. كندوز هنايا باش كندير السفه ديالي في الكسكاس باش نديرها فوق البرمه من بعد ما كيغلى الماء مزيان، وكنديرها باش كتفور. المره الاولى راه كنفوروها 20 دقيقه حتى كنشوفوا الفوار طلع مزيان، عاد كنكملوا بقيه المراحل. مره كنقلبوا الدجاج ديالنا وكنحركوه الا لقيناه طاب. كما كتشوفوا هنايا راه طاب. غادي ندوز باش غنحيدو، غنديرو فواحد الصفايه يستقطر باش يبرد، وندوز باش نفردتو. غادي نستمر هكا حتى غنكمل، وعاد غنجيبوا البصله ديالنا اللي ديجا كما قلت لكم 4 ديال البصلات كبار. انا درت غير واحد الكميه، درت قيمت واحد البصله وحده اللي درت في الاول وما تبقى خليته حتى غنضيفو في هذه المرحله هذه. غنحيد الدجاج ديالي كامل، غتبقى ليا هنايا ديك البصيله اللي قلت لكم، وغنضيف عليها البصله الاخرى اللي عندي كما كتشوفوا معايا. نسيت ما قلت لكم راني دايره قزبر ومعدنوس، انا دايرهم مقطعين. اللي بغى يديرهم ربطه راه كيديرهم ربطه، انا دايرهم مقطعين. غادي نخلي البصله ديالي هنايا على نار مهيله، ومع التحريك غنبقى نحرك فيها حتى تدغمر ليا مزيان، ما نساوهاش وما نغفلوش عليها. هنا راه الكسكاس ديالي راه ديجا الصفه راه كتفور، باش غنفوروها المره الاولى كما شفتوا معايا راه سالات 20 دقيقه دازت. غادي ندوزو دابا باش نديروا ليها المرحله الثانيه. غنعمر هنا واحد المقراش ديال الماء بارد، ما غير من الروبيني، وغادي نحاول نفزقها كامله او نغطيها بالماء. كما كتشوفوا معايا غنغطيها كامله بالماء، وما تخافوش منها انها تعجن. بالنسبه ليا انا ديجا فايت ليا درت واحد الطريقه واحده اخرى ديال اللي كنديروا الماء سخون، حتى هي كتجي طريقه ناجحه 100%، ولكن هاد المره استعملت هاد الطريقه وتا هي نجحت معايا وجات زوينه. غادي نغطيها كامله بالماء كما كتشوفوا معايا. كنحاول بحال كنغسلها من ديك النشا اللي كيكون فيها. غادي نخليها واحد شويه، قولوا واحد دقيقه بحال هكا، على ما نجيب الصفايه ونبدا نصفيها. كما كتشوفوا كناخذ كسكاس كنصفيها مزيان من ديك الماء وكنحطها في القصريه غير تستقطر شويه، تستقطر ليا من ديك الماء مزيان. وما تخافوش منها راه ما كتعجنش، واخا كتبان لكم راه فيها بحال شي تكتلات راه ما كتعجنش. غادي ندوز دابا باش نخويها في القصريه باش نتاكد بانها ما معجناش، ونحاول نحلها وحده على وحده على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وغادي نعاود نردها في الكسكاس ديالي ونديرها تفور للمره الثانيه. بالنسبه للمره الثانيه راه كنفورها غير 15 دقيقه. هنايا راني دزت البصله كنحرك فيها، ومن بعد ما غتدغمر غادي نضيف ليها ديك الدجاج اللي سبق ليا وفرتته كما كتشوفوا، وغنحاول نحركو ونخليه غير واحد شويه ونطفيه عليها باش كيتشرب لينا ديك الدجاج ديك المرقه ديال البصله. هنا السفه ديالنا راها كتفور للمره الثانيه، غنخليوها على ما يطلع لها الفوار مزيان ونجيبو نكملوها. كما كتشوفوا معايا عندي هنا واحد الكميه ديال الزبيب اللي سبق ليا وفزقته باش نديرو حتى هو يتفور مع السفه. وبالنسبه اللي بغى يعسلو راه يعسلو،
راه كاينه الطريقه ديال التعسال حتى هي كتجي زوينه. كما كتشوفوا معايا هنايا الصفه راه طلعت فيها التصفيره للمره الثانيه. غادي نديروها في القصريه ديالنا وغنحاولوا نحلوها مزيان. من بعد غناخذوا الماء اللي بارد من الروبيني. هنايا السيبوره ديال التليفون ما رديتش ليها البال، طاحت والتليفون هبط، ما عليناش. نرجعوا للموضوع ديالنا. غادي ناخذ شويه ديال الملحه، بغيتو ديروه في الماء تذوبوه في الماء وتسقيو بها، كذلك في امكانكم ديروه. بغيتو ديروا غير كما درت انا، رشيت الملحه وخديت الماء، خديت واحد 3 ديال الكيسان ديال الماء اللي كنديرهم تدريجيا بشويه بشويه، عيني ميزاني. كنبدا نرش الشعريه وكنبقى نحرك في نفس الوقت حتى كنشوفها بانها شربات هذاك الماء كامل. ولا حسيت بها انها باقا محتاجه الماء غادي نزيدها، يعني ما نبالغوش في الماء وفي نفس الوقت ما نتزقرموش عليها. يعني هنا بالنسبه لنا راني رديت البال للسيبوره وراني قاديتها، ولكن حلفت السيبوره ما دير عقلها معايا، كدير ما بغات كما شفتوا. المهم هنايا غادي ندوز باش غادي ندير المكونات الاخرى. كما كتشوفوا معايا غندير واحد 2 معالق ديال الزبده، وكندير معلقه ولا 2 ديال السكر سنيده، وواحد المعلقه نيدو هي اللي توفرت عندي. كانوا عندكم 2 معالق كان افضل. غنغطيهم ونخليهم يذوبوا شويه ومن بعد عاد نحركهم ونكمل معكم. هاد الطريقه هذه اول مره كنديرها انايا. بالنسبه لي انا الزبده كنديرها في المرحله الاخيره حتى كنبغي نحطها للتقديم. هاد الطريقه شفتها عند عالم سعاد وجربتها وعجبتني الصراحه حتى هي. هنا راني خلطت الصفه ديالي مزيان باش تدخل فيها ديك الزبده والسكر ونيدو. كما كتشوفوا معايا هنا في الكسكاس انا فرشت ليه الزبيب، وغادي ندوز دابا باش غنحط الصفه ديالي في الكسكاس وغنديرو فور. غندير الصفه ديالي تفور اخر مره، المره الاخيره، وهي المده اللي عندها حتى هي كذلك 15 دقيقه. يعني في المره الاولى درناها 20 دقيقه، المره الثانيه 15 دقيقه، والمره الثالثه 15 دقيقه. والصفه ديالنا ها هي واجده، راه كتوجد بسرعه ما كتعطلش. وبالنسبه للدجاج اللي بغى كان مزروب عليه يديروا في الكوكوط، يعني يديروا في الكوكوط ويسد عليه. الا كنتوش مزروبين عليهم راه غديروا كما درت انا غير في طنجره عاديه وتخليوه يطيب على خاطرو. راه ما تجي فين توجد لكم الصفه كتلقاوه راه طايب. غادي ندير الصفه ديالي في البرمه باش تفيض في البرمه باش صافي جاني النعاس. درتها فارت 15 دقيقه. ودابا غادي نحاول ندير معكم الشكل النهائي. كما كتشوفوا معايا هنايا راه طابت، وراه في المرحله الثانيه راه كتكون دخلاتها الطيبه. غادي نحاول نسرحها مزيان ونخلط هذاك الزبيب باش يتخلط ليا مع السفه كامله. كما كتشوفوا هنا غادي نسقي واحد الطبيسه صغيور لبنتي حيت غادي تمشي للمدرسه وما غاديش تاكلش معنا. كما كتشوفوا كندير ليها شويه ديال السفه، وغادي ندير شويه ديال الدغميره والدجاج، ومن بعد غنحط الكميه اخرى ديال السفه. الطريقه راه كلشي عارفه، الطريقه التقليديه العاديه. بالنسبه للدجاج كاين اللي كيدير الدجاج صاين، يعني كيخلي الدجاجه ولا كيدير الفخوضه ولا. بالنسبه ليا ما كتعجبنيش ديك الطريقه، يعني غيبقى بنادم ياكل وينقي من العظام. اللهم الانسان يطيب الدجاج ويفرتو دقه وحده ويغطيه على هذا الشكل كيجي هكا احسن. كتاخدي الضغمه نيشان كتديها لفمك، ماشي كتبقاي عاد تقلبي فيها وتلعبي فيها راكم عارفين. غادي نزينها بشويه ديال القرفه، وغادي ندير لها كاوكاو. بالحق كاوكاو درتو لها غير في طبيسيل حيت عرفت راه تقدر ما تبغيش، ونيت كذلك داكشي اللي كان ما بغاتوش، يعني خليته سيباري على هذا الشكل هذا. وهنايا راني بديت كنصايب السفه لينا حنايا من بعد ما سخنتها. فاش بغيت نقدمها كنسخنوها غير كتطلع فيها التصويره، يعني دغيا دغيا ما كتعطلش. غادي ندير هنايا الضغميره ديالي على هذا الشكل كما درت في الطبسيل الصغير نفس الطريقه. غادي نستف الضغميره ديالي نفرشها مزيان، وغادي ندير كميه واحده اخرى ديال السفه من الفوق. غادي نضيف شويه ديال الشعريه ودغيا كتبرد، يعني حاولوا تزربوا. ما بغيتش انا نقدمها بطريقه بريستيج على ود باش ما تبردش ليا بزاف، حيت كتعجبني انا السفه ناكلها سخونه، ماشي غير انا وعكوزتي كاع كنا كنبغيو السفه، والصراحه كتجي بنينه سخونه. هنايا مشيت خديت من اللي باقا في الكسكاس، باقا كما كتشوفوا راه الفوار طالع فيها. كما كتشوفوا معايا انا راه ما عاودتش ضفت الزبده او السكر كلاصي، اكتفيت بديك المعلقات اللي كنت استعملت في الاول. من بعد غادي نقدم مع سكر كلاصي، كل واحد غيدير حسب الذوق. غادي نزينها بخطوط ديال القرفه،
وغندير كذلك كاوكاو اللي محمر ومهرمش كما غتشوفوا. تزيين بسيط وغنقدموا بالصحه والراحه. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم، وان شاء الله تكون هذه بدايه وما نغبرش عليكم. والله يخطيكم اللي كيسول عليا الله يخطيه عليا. وشكرا على التفاعل ديالكم ونتمنى ان ايامكم تكون كلها خير وبركه. وكنشكر اللي بقى معايا حتى الاخر. في امان الله وحفظه. الى فيديو اخر ان شاء الله.